أنا الانتقام، أنا الليل، أنا هو باتمان. طيب ورجعت لكم فيديو جديد على القناة، وفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن دبلجة باتمان ذا انيميتد سيريز ما بين دبلجة كارتون نتورك وما بين دبلجة سبيس تون. هنتكلم عن الدبلجتين ونقارن ما بين الأصوات، لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. خلونا نوصل القناة 5000 مشترك قبل 10000 مشترك قبل نهاية السنة دي، وما تنسوش نوصل الفيديو ل 200 لايك، ويلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. طيب أنا دلوقتي لما اتفرجت على باتمان ذا انيميتد سيريز واقع ما بين حيرة في حاجتين، لان باتمان ذا انيميتد سيريز بدبلجه سبيس تون هو من افضل بالنسبه لي من وجهه نظري، من افضل الاعمال اللي تم دبلجتها على سبيس تون على الاطلاق. الاتقان والتمكن والتقمص اللي حصل في العمل ده لا مثيل له. لكن وعلى النقيض بلاقي ان دبلجه كارتون نتورك الباتمان ممكن تكون من أسوأ الدبلجات اللي سمعتها في حياتي، لكنها اكسبيرينس كتجربة متكاملة بتجبرك على احترامها، واوقات تانية هتجبرك انك تتفرج عليها عادي وتسيب الدبلجات التانية. اولا انا بالنسبة لي باتمان ذا انيميتد سيريز من الاعمال الدافية شوية القديمة، والرسم القديم ده بيخليك تحس بقليل من الحنين والنوستالجيا كده، ولانه من الاعمال المكتوبة صح. يعني ده من افضل اعمال الكرتون الامريكي على الاطلاق. تمام، الرسوم المتحركه الامريكي بيطلق عليها كرتون، لكن مش كل ما هو بيطلق عليه كرتون برضه للاطفال. تمام، والانمي مش كرتون. تمام. لكن باتمان ذا انيميتد سيريز زي ما قلت لكم من اكثر الاعمال فيها عمق درامي للشخصيات وتطور للشخصيات وكتابه فلسفيه محترمه، فكان لازم له عمليه اعداد يعني ما تخرش الميه. وسبيس تون تفردت في المجال ده بصراحه. سبيس تون تكسب ليفل الألف في عملية الإعداد وفي عملية السكريبتات. ليه؟ اللغة العربية بتاعتهم يا لطيف كانت جبارة، والأكسنت بتاعتهم ما كانش فيها ولا غلطة. الشعور والتقمص والإحساس، الكلام ذات نفسه، عملية بناء العمل قبل ما تبتدي مرحلة الدوبلاج، عملية بناء العمل ذات نفسه كانت على أعلى مستوى. تيجي للشارة ذات نفسها، انا مش عارف، سبيستونيه، هي سبيستونيه بجداره ملهاش اي علاقه بالاجنبيه، بس تسمعها تحس باتمان. هل ده يمكن عشان عرق النوستالجيا اللي جوانا؟ ميبي. بس انا فعلا موسيقيا كنت قاعد بتفرج على شارة بداية لباتمان. يعني ما كنتش بعدي ولا حلقة لما كنت بتفرج على سبيس تون، يعني ما كنتش بعدي ولا حلقة إلا ضوء لمع وسط المدينة، حرفيا منطقيا. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حينا يبدو ويختفي حينا تلك إشارة باتمان. فعملية الإعداد وعملية الأغنية وكل حاجة قبل لما نبدأ مرحلة الدوبلاج حتى كانت فيها ثينكينج، كانوا مفكرين جدا جدا ومدين اهتمام وطاقة مش طبيعية للعملية دي، لأنها مش مجرد ترجمة حرفية زي ما هنقول في كارتون نتورك، لكنها بجد هو جاب لك الأحداث بشكل عربي جميل، انت ودنك مبسوطة وانت بتسمع. على الناحية التانية بلاقي ان عملية الإعداد في كارتون نتورك هي حافظت على العمل الأصلي جدا. يعني انت هنا بتشوف باتمان ذا انيميتد سيريز ايوه على سبيس تون، بس بنكهه سبيس تون. انت هنا بتسمع باتمان ذا انيميتد سيريز بلغه عربيه لكن بالنكهه الاصليه للعمل. ده اللي اجبرني على احترام دبلجه كارتون نتورك الباتمان، وهم ان هم محافظين جدا على اصاله العمل. انا بسمع العمل او بتفرج على العمل كيفما يكون. طب ما تتفرج عليه بالانجلش. هو بقى نقل لك التجربه دي، نقل لك الاكسبيرينس دي، نقل لك العالم ده، الايحاءات، التلميحات، بنفس شرط البدايه بكل حاجه، لكن سمعك لغه عربيه فصحى. انا عن نفسي دي من الحاجات اللي بتعجبني، وكان نفسي سبيستون تنهج النهج ده. كان نفسي ينقلوا لنا التجربه متكامله، لكن بالدبلجه او باصاله السكريبت الحلو بتاع سبيستون. فسبيستون تكسب في جانب الاعداد قلبا وقالبا، لكن كارتون نتورك بالنسبه لي تكسب في ان هو لا، انت بتتفرج على باتمان ذا انيميتد سيريز، ده باتمان كيفما يجب ان يكون، باتمان ذا انيميتد سيريز. لكن طبعا يفرق ما بين الاتنين عملية الدوبلاج. بصراحة انا واحد من الناس طبعا قبل ما نخش نقارن ونفصص ما بين الشخصيات يعني بعشق دبلجة سبيستون، وزي ما قلت لكم اصلا دبلجة باتمان على سبيستون من افضل الاعمال على الاطلاق بالنسبة لي دبلجة على اللغة العربية. باتمان ذا انيميت سيريس على كارتون نتورك كانت من الاعمال اللي محتاجه تفكير، فالاعداد يكسب على سبيس تون، اصاله العمل تكسب على كارتون نتورك، والدبلجه تكسب على سبيس تون. طيب واول شخصيه معانا هنقارنها هنا هي شخصيه بروس وين، مش باتمان، بروس وين، لان الممثل في الشخصيتين بيحاول يخلي صوته مختلف وطريقته مختلفه عشان يفرق للناس ما بين انه ما يبقاش نفس الشخصيه بنفس الصوت بنفس كل حاجه، فبيبقى
لا في فرق ما بين بروس وين وفي فرق ما بين باتمان. فمين يا ترى عرف يجسد بروس وين افضل؟ بالنسبه لي بكل تاكيد الاستاذ مروان فرحات. كاذب! أنت تعرف ماذا يجري. هذا حلم أنت مسؤول عنه. ليه؟ لأن الأستاذ مروان فرحات في شخصية بروس وين عارف يخلي صوته مختلف عن شخصية باتمان. يعني هو حافظ لباتمان على النبرة الفخمة الضخمة بتاعته شوية، وعارف يصغر صوته شوية ويخلي صوته بلايفول ولعوب وشبابي في شخصية بروس وين. شكرا يا دكتور، لقد جعلتني أشعر بالطمأنينة. وداعا، لو كانت أصوات طيور لاستطاع الحاسوب مطابقتها. لكن على الناحية التانية الأستاذ فؤاد شمس، تمام، المؤدي شخصية باتمان في كارتون نتورك، كان بيأدي باتمان وبروس وين بنفس النبرة وبنفس الطبقة. حلم؟ لماذا تظن ذلك؟ شككت في الأمر منذ البداية، تأكدت من الأمر عندما كنت أقرأ الجريدة. ده غير برضو أن تمثيل الأستاذ مروان فرحات يتفوق بمراحل وسنين ضوئية على أقرانه في الدبلجة السورية، فما بالكم بدبلجة كارتون نتورك. فبالنسبة لي بكل تأكيد بروس وين يكسب مع مروان فرحات على سبيس تون. لو جينا بقى لتاني شخصية وهي شخصية باتمان، هنا الرأي ينقسم شوية. ليه؟ لأن صوت باتمان ونبرة باتمان بأداء الأستاذ فؤاد شمس أفضل، لكن تمثيل أستاذ مروان فرحات لشخصية باتمان على سبيس تون كان أفضل بكتير بسنين ضوئية. فأنا بصراحة يعني مش هطول عليكم في النقطة دي، تعادل ما بين الاثنين، لأن الأستاذ فؤاد شمس في نبرة باتمان بجد أيوة مش عارف ليه، مع إني اتفرجت على باتمان على سبيس تون أكتر بكتير، لكن أستاذ فؤاد بنبرته مخليني لا يعني النبرة في كارتون نتورك، صوت باتمان، هيبة باتمان. أنا لا أصدر أحكاما، هذا عمل المحكمة، لكن هذه المرة تغريني بقوة فكرة محاكمتك بنفسي. نبرة الأستاذ مروان فرحات كان ممثل شخصية باتمان، بس كنت حاسه اللي هو زورو فارس بعباءة سوداء، يعني ما كانش باتمان قوي. أنا لا أعاقب أحدا، هناك محاكم، لكن هذه المرة تتملكني رغبة كبيرة في معاقبتك. يعني كنت حاسه عنده حرارة أكتر، لكنه برضو كان باتمان جدا، بس أنا قصدي الإدج في النبرة تروح لكارتون نتورك، لكن التمثيل والهدوء والفخامة والمشاهد التمثيلية الكتير قوي اللي تحسب للأستاذ مروان فرحات. لست على ما يرام يا سيد بروس، لما لا تذهب إلى طبيب نفسي؟ يعني تخليني مش عارف أحسم، لأن هنا نبرة وهنا تمثيل، فتعادل. طيب ولو جينا لثالث شخصية معانا هنا، هي شخصية ألفريد، الخادم اللي يعتمد عليه جدا في وقت الشدة، واللي عارف كل أسرار باتمان وعارف إزاي يطبطب عليه ويحفزه ويخدمه ويساعده والكلام ده كله. كان قائم على الشخصية في سبيس تون الأستاذ برضو الجبار جدا الممثل الرهيب أيمن السالك. وسامحوني بقى ان انا هنا مش هبقى عارف برضو الاسماء بتاعت المدبلجين اللبنانيين، لكني زي ما قلت لكم عايش عمري اكتر مع سبيس تون. الموضوع هنا برضو يخلص تعادل، ايوه، لان نبرة الأستاذ أيمن السالك كانت رهيبة جدا، وكانت منطقية على الشكل، على الرسمة، بعيدا عن الأداء الأصلي أو النبرة الأصلية للمؤدي الإنجليزي. لكن نبرة الأستاذ أيمن السالك على ألفريد كانت تحفة جدا. لو كان حيا لكان فخورا بك، لأنني فخور بك. تعال تناول الحساء واذهب لتنام. لكن لو جينا بصينا على دبلجة كارتون نتورك، النبرة ذات نفسها عادية، لكن الأداء كان خرافي. إنه كلام سخيف. والدك سيكون فخورا بك لأنني أنا فخور بك. تعال، حان وقت العشاء والاستسلام للنوم. بجد أداء ألفريد على كارتون نتورك، أنا كنت أقول على نتفليكس لأني كنت بتفرج عليه على نتفليكس، لكن أداء ألفريد على كارتون نتورك قريب جدا للأصلي. وده يرجع برضو لنفس الشيء اللي قلته لكم في الأول قبل ما نقارن ما بين الأصوات، إن كارتون نتورك كانوا بينقلوا لك التجربة الأصلية للعمل. فده ألفريد بينيورث، لكن ده ألفريد رهيب بتاع سبيس تون بنبرة خرافية. فمش عارف أقول إيه قد ما أنا هدي الاتنين تعادل. ورابع شخصية معانا هنا، وهي من أفضل وأعظم الشخصيات في تاريخ الكرتون الأمريكي، الجوكر.
اللي كان قائم على تأديته الممثل العظيم جدا يحيى الكفري في سبيس تون، وبرضه مش عارف مين اللي بيمثله على شخص في كارتون نتورك. لكن هل محتاج اقول؟ طبعا 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 سبيس تون تكسب وبجدارة، لان دور الجوكر من اعظم الادوار اللي اداها يحيى الكفري في تاريخه، بل من اعظم الادوار السبيستونية اللي سمعتها في حياتي على الاطلاق. قل لي باتمونة بصراحة، أليست أجمل عائلة رأيتها في حياتك؟ سأعود إليك لاحقا لأعلمك التهذيب. مش عايز اخد اي حاجة من احترام وتقدير الممثل بتاع نتفليكس او كارتون نتورك، الممثل اللبناني، لانه يا اخي يعني بجد هو عمل شخصية حلوة جدا، وكان كان بيروح شوية للابروتش بتاع مارك هامل، لكنه كان عادي. يبدو أنه علي أن أعلم الأب حسن التصرف. شخصيا أعتقد أن الأقارب مملون، لذا يمكن لباتمان أخذهم. لكن أداء الأستاذ يحيى الكفري لشخصية الجوكر كان استثنائي. أنا كنت بجد أنا بحس إن يحيى، أنا مش قادر أتخيل منظر الممثل وهو بيعمل شخصية الجوكر في البوث أو وقت التسجيل. ازاي قدر يتقمص؟ اولا ادى نبره هي مختلفه تماما عن نبره مارك هامل او النبره الانجليزيه، لكن dare I say ان انا بفضل نبره يحيى الكفري عن نبره مارك هامل. انا هنا يعني عشان تعرفوا ان قد ايه جوكر في سبيس تون يكسب، انا هنا مش بقارن ما بين الجوكر بتاع سبيس تون وجوكر كارتون نتورك خلاص، لان جوكر سبيس تون يكسب. انا بقارن دلوقتي ما بين جوكر سبيس تون يحيى الكفري وما بين مارك هامل الجوكر الاصلي. Looks like I'll have to teach Daddy some manners. Personally, I think relatives are a bore, so Batman can have them. للدرجة دي أستاذ يحيى الكفري أبدع في تأدية الشخصية، نبرة مش طبيعية، أداء واقعي. أنا مش عارف بجد يعني، وأنا بفتكر الجوكر it leaves me speechless، عاجز عن النطق، لأن بجد dare I say أجرؤ أن أقول إن الجوكر بتاع يحيى الكفري في سبيس تون أفضل، مش هقول بكتير لكن بحبه أكتر وشايفه أفضل من جوكر مارك هامل في النسخة الأصلية الإنجليزية. ده وجهة نظري. ولو جينا للشخصيات الجانبية أو الشخصيات الكومبارس، بس هي مش كومبارس أو يعني، لو جينا لهارفي دنت، لو جينا لبقيت بقى اللي كات وومن، روبن والكلام ده كله، بصراحة يعني الشخصيات الجانبيه الاساسيه، انا عارف ان ده ممكن مصطلح ما يميكش سنس قوي، لكن الشخصيات الجانبيه الاساسيه يعني زي ما قلت لكم روبن، هارفي دنت، الحاجات دي كلها تتفوق في سبيس تون. لكن الشخصيات الكومبارس العاديه حاسسها يمكن منطقيه اكتر في كارتون نتورك، لكن مفيش صوت فيهم قوي يعني، لا هنا ولا هنا علم معايا جدا. يعني اداء الاستاذ رأفت بازو في هارفي دنت وفي روبن كان خرافي، حلو جدا. اداء الاستاذ قاسم ملحو في شخصيه جيمس جوردن، وبعد كده تقريبا محمد خرمشو، فبرضه الاثنين عملوا الشخصيه بشكل حلو جدا. الاستاذ محمد حدائي في شخصيه بولاك برضه، ميبي مش فاكر مين برضه المؤديه النسائيه اللي عملت كات وومن وعملت بات جيرل والحاجات دي كلها. ف يعني الموضوع برضه كشخصيات جانبيه وكومبارسات ومساعدين وبتاع مش عارف ايه، ما بين الاثنين تعادل. طيب، وبعد ما خلصنا من مقارنة الأصوات ما بين هنا وهنا، نيجي للسؤال اللي دايما بختم بيه كل مقارنة. يا ترى يا تيفو سيمباي تنصحنا نتفرج على باتمان ذا انيميتد سيريز بدبلجة سبيس تون؟ ده لو احنا بنشوفه للمرة الأولى يعني، بدبلجة سبيس تون ولا بدبلجة كارتون نتورك؟ لو عندك الاستعداد تضحي سنة ببعض الأصالة في القصصية وبعض الدقة في السكريبت، يبقى وبلا شك وبكل تأكيد اتفرج على باتمان ذا انيميتد سيريز لأول مرة بدبلجة سبيس تون. تمام؟ لو انت زي من الناس اللي بتحب تتفرج على الأعمال بتاعتها بالدبلجة العربي، لو انت زي بتتكيف لما بتسمع اللغة العربية عموما سواء سبيس تون أو غيرها، يبقى بكل تأكيد اتفرج على باتمان ذا انيميتد سيريز مش بالدبلجة الإنجليش، أيوة اتفرج عليه بالدبلجة العربي. تمام؟ كارتون نتورك أصلي جدا، لكن التمثيل فيه بارد برود شديد.
عشان كده لما كلمتكم في فيديو ون بيس وقلت لكم ان انا اتفرجت على باتمان ذا انيميتد سيريس بمقارنه كده ما بين الياباني ما بين ياباني يا ريت ياباني، ما بين الكارتون نتورك وما بين سبيس تون. تمام، لان بصراحه الاداء التمثيلي ميت قوي، ميت جدا هنا، لكن في سبيس تون اداء تمثيلي خرافي. لكن زي ما قلت لكم برضو على حسب انت انه نوع من الناس اللي بتتفرج. لو انت يهمك قوي 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 اصاله العمل لكن عايز تسمع دبلجه عربي ومش بتركز قوي على التمثيل، لان هنا التمثيل ما كانش رديء لكنه كان بارد في اغلب الاحيان. فلو انت بتهمك اصاله العمل اتفرج على دبلجه كارتون نتورك. لكن لو انت ممكن تضحي ببعض التفاصيل، مش قوي لكن بعض التفاصيل الطفيفه في القصه الاصليه او في الروح او البرسبشن او الاستقبال بتاع العمل، ترجمته للغه العربيه، يبقى وبكل تاكيد روح لسبيس تون، لان الاصوات احسن، لان النبرات افضل، التقمص افضل، الاعداد احسن بمراحل وسنين ضوئيه. انا يا تيفو سيمباي عملت ايه؟ انا اتفرجت على باتمان ذا انيميتد سيريس لاول مره كسلسله كامله، بعيدا عن الذكريات السبيستونيه، اتفرجت عليه لاول مره كسلسله كامله بدبلجه سبيس تون. تمام. لكن كان في بعض الحلقات اللي ما تمش دوبلاجها في سبيس تون، وبعض الاجزاء اللي بعد كده ذا ادفنتشرز اوف باتمان اند روبن، مش فاكر كان انه بالظبط، لكن في حلقات ما كانتش اتدبلجت ودي اتفرجت عليها على نتفليكس بدبلجه كارتون نتورك. بس يا سيدي، ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. هل انتوا بتحبوا باتمان ذا انيميتد سيريس؟ هل انتوا شايفينه فعلا من افضل سلاسل الكرتون في التاريخ بالنسبه لي؟ وهل انتوا بتحبوا دبلجه سبيس تون؟ ايه رايكم في المقارنه؟ ايه رايكم هنا ولا هنا؟ ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش السبسكرايب، عايزين نوصل القناه 5000 مشترك قبل نهايه السنه دي. ما تنسوش نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، واهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي او الكرتون تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.